حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم رز بلبن، اللي بيتعمل في المحلات اللي بناكله بره، وبيبقى كريمي كده ووشه مكرمش. هنتعرف ازاي نعمله بكل تفاصيله، قد ايه كريمي جدا وتحفه زي اللي بناكله بره واحلى كمان. كفايه ان انت عاملاه في البيت وعارفه مكوناته كويس، وكمان عاملاه من غير ولا نقطه نشا، من غير نشا، من غير اي حاجه. هو اللبن وشويه اضافات كده بسيطه تديله الطعم الكريمي الحلو اللي احنا بناكله بره وبنبقى مش عارفين اتعمل كده ازاي. يلا نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف المقادير والطريقة بتاعة الرز بلبن بتاعنا النهاردة. أول حاجة بجيب معايا لتر من اللبن. انا هنا عندي كوبايتين رز، فباخد لهم 2 لتر من اللبن. ما تستكتروش الكميه يا جماعه، عايزه اقول لكم ان الرز ده بيطلع كميه رهيبه، حاجه كده محترمه، بيطلع كميات كبيره جدا فعلا. فما تقوليش ازاي احط 2 كيلو لبن على كوبايتين رز، بيرمي كتير قوي صدقوني، يعني صدقوني هتشوفوا هتستغربوا الكميه فعلا. طب هو بره في المحلات بيتعمل كده؟ اه بيتعمل كده، لانه بيطلع معاهم كميات كبيره جدا. والطبق الصغير بيتباع بمبلغ، يعني ب10 جنيه، ب15 جنيه، على حسب المكان اللي موجود فيه. فعلشان كده هم يعني بيكسبوا كويس قوي من الموضوع ده. عايزه اقول لكم انه ده مشروع مربح جدا، يعني فكره مشروع مربحه جدا جدا. عندي كمان حوالي كوباية ونص من السكر، وعندي معلقتين كبار من قشطة اللي بتبقى متاخدة من على وش اللبن، ومعايا كمان 4 معالق من الكريم شانتيه البودرة. بجيب بقى المية، عندي بقى كوبايتين من الرز دول هحط لهم حوالي 6 كوبايات مية، من 6 ل8 كوبايات مية. ما تستغربوش الكمية، انا عايزة كمية المية تبقى كتير عشان الرز يبقى مي كده ويبقى طري ويستوي جدا. المية تكون سخنة بتغلي، وانزل عليها بالرز واهدي النار جدا، علشان الرز يستوي براحته على نار هاديه، معليش النار عشان ما يلزقش ويشيط من تحت. بس كده، وبغطي عليه وبسيبه لحد ما يستوي تماما، لغايه ما يستوي يبقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معايا كده. خلاص استوى كويس وتاكدت ان الرز استوى معايا كويس، هنزل على طول بالحليب بتاعي. بس كده، واديله بقى تقليبه زي ما انتوا شايفين كده معايا. وبعد كده بقى احط معلقتين القشطه. طبعا معلقتين القشطه دول بقى بيودوا اللبن في حته تانية خالص، الرز بتاعي في حته تانية خالص، يعني ايه، بيدوله كده دسامه، وبيبقى الطبق كده غني ومحترم يعني. وتقليبه كمان، وبعد كده كمان هندي ال الكريم شانتيه. طبعا لو حطيت الكريم شانتيه كده على الرز واللبن سخن هيكلكع معايا ويبقى يعمل تكتلات، هيبقى صعب ان انا ادوبه. فبدوبه بره كده في نص كوبايه من الحليب، وبحط بقى الكريم شانتيه بتاعي وبدوبه كويس جدا جدا، واتاكد ان هو داب تماما علشان اعرف احطه على الرز بتاعي. زي ما قلت لكم، يعني بصوا انا ما حطيتش نشا خالص، هو اللي بيبقى متماسك وكريمي من الكريم شانتيه اللي احنا بنحطه. معلقتين القشطه دول مش اساسي لو اللبن بتاعك دسم او جايباه من مكان موثوق منه، او لبن بلدي يعني كويس، فمش بتحتاجي تحطي معلقتين القشطه دول. لكن لو لبن من اللبن المبستر، كلنا بيبقى لما بنجيب لبن بلدي بيبقى عندنا القشطه اللي بنشيلها من على وش الحليب دي، فبتدي الطبق كده غنى وبتديله طعم حلو جدا. بس كده دوبت بقى الكريمه زي ما انتم شايفين كده مع الحليب، وهنزل بيهم على طول بقى على الرز بتاعي. هي دي المادة اللي بتربط الرز بتاعي. الكريم شانتيه بقى بيدي طعم حلو، بيدي له غنى، بيدي له دسامة برضو، وفي نفس الوقت هو اللي بيعمل الوش المكشكش ده اللي بيبقى على الحليب من فوق، على الرز قصدي من فوق، وهو كمان اللي بيخليه يعني يتماسك معايا. ممكن كمان لو في بودرة ايس كريم بتاعت الفانيليا ممكن تحطي معلقتين، برضو بتدي طعم حلو قوي 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 وبتساعد على تماسك الرز. بس انا هنا اكتفيت بالمكونات اللي معايا دي، وهتطلعي نتيجة حلوة جدا هتبهرك بجد.
بنزل بالسكر. لو لاحظتي معايا بقى انا السكر خليته اخر حاجه خالص، علشان السكر لو حطيته في الاول الرز معايا بيشيط بسرعه، بيلسع بسرعه معايا. فانا بحط الرز في الاخر، لما اللبن خلاص هيبتدي ان هو يسخن كويس وهي خلاص هيغلي مع الرز، فبنزل بالسكر علشان ما يتحرقش مني او ما يشيطش مني. ويبقى الرز طعمه فيه اي حاجة ما تعجبنيش. بدوق بقى كده السكر وبشوف محتاج تاني بحط، مش محتاج كده تماما. طبعا السكر ده حسب الرغبة، اللي بيحب سكر كتير يحط، اللي بيحب سكر اقل يحط، دي حاجة ترجع لكل واحد وذوقه الشخصي. بصوا بقى تماسك ازاي، بصوا القوام، هو ده القوام بالظبط اللي انا عايزاه. بس لازم كمان الحليب معايا يغلي غلوتين كده مع الرز، عشان الرز ياخد من طعم الحليب، و يبقى كده كل حاجة كده تبقى يعني تحسي ان هي يعني كأن الرز استوى مع الحليب، مش استوى لوحده. ما بقلبش كتير علشان الرز ما يعجنش مني، وفضل ان الرز يكون رز كمان من النوع الكويس، علشان في انواع من الرز ما بتتغسلش، فده بيخلي النشا بتاع الرز ينزل، هو كمان بيخلي القوام بتاع الرز معايا يبقى متماسك. لو رز بقى من النوع اللي بيتغسل مفيش مشكلة خالص، هنغسله ونحطه وبرضه هيتماسك ويبقى حلو جدا جدا جدا. بس انا بقولك الافضل بس كده. طبعا انا مش ما بحبش اقلب كتير فيه علشان ما يتكسرش مني او يعجن مني وانا بقلب فيه. انا بس بصوا بقلب كده يعني ايه، اشوف القوام بتاعه بس كده. ابتدى يغلي معايا اهو غلوتين كده وخلاص، واطفي عليه كده. الرز بلبن بتاعي بقى جاهز، قوامه حلو جدا جدا جدا، وهيبقى كريمي بشكل خطير، وهيبقى طعمه صدقوني زي اللي بنجيبه من بره واحلى بكتير جدا جدا جدا، وموفر جدا جدا عن اللي بنشتريه من بره يا جماعه. هغرف بقى في الاطباق بتاعتي على طول وبسرعه، لان على مجرد ما بغرفه عارفين الوش كده بيعمل طبقه كده حلوه على وش الطبق، وبعد كده هي دي اللي بتبقى ايه، الطبقه اللي فوق دي اللي بتبهرنا كلنا بقى، وبيبقى طعمها كريمي وحلو جدا جدا. هكمل بقى واغرف بقيه الاطباق اللي معايا. طبعا مش الكميه دي بس، الرز عمل معايا كميه اكبر من كده بكتير، بس ده اللي انا صورته لكم. طعمه بجد حلو جدا جدا جدا، غني جدا جدا وكريمي فوق ما تتخيلوا. يعني لو عملتيه في البيت هتلاقيه سهل جدا، مش هتحتاجي تشتريه من بره تاني خالص. وهيوفر معاكي كتير جدا جدا. بنشتري العلبه قد كده ما فيهاش معلقتين وب10 و15 جنيه، وفي حته تانية كمان بتباع ب20 جنيه. فلا يا جماعة، نعمله في البيت أحلى بكتير وأطعم، وهيعجب ولادك جدا 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 وضيوفك، وكل أي حد هيجي ياكله عندك هيقولك يعني الرز ده بجد انت عاملاه ازاي، من يعني بجد زي اللي بنشتريه من بره. وصدقوني احلى كمان لو عملتيه بلبن بلدي مش لبن مبستر، بيبقى احلى واحلى واحلى، لان طعم اللبن البلدي طبعا بيديله كمان دسامة وبيديله غنى اكتر، وبيبقى طعمه حلو جدا جدا. لايك وشير بقى وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم، وهستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم لان رأيكم بجد يهمني جدا. يلا جربوا الرز وهستنى رأيكم، وان شاء الله انا واثقة انه هيعجبكم جدا جدا. يلا باي باي حبايبي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي.